أحبائي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الطارق سبورت، قناة مختصة بالرياضة السورية وتركز على المنتخبات السورية لكرة القدم وخاصة المنتخب السوري الأول. للأسف في المباراة السابقة أمام ميانمار الأغلبية توقع فوز منتخبنا بنتيجة مريحة، وذلك بناء على فارق المستوى الفني وفارق التصنيف بين المنتخبين. وأشد المتشائمين لم يتوقع أن نتعادل مع فريق تصنيفه العالمي 162 على سلم ترتيب الفيفا، لكن ما حصل كان أشبه بالكارثة والصدمة التي تلقيناها بتعادلنا مع ميانمار. وبشق الأنفس أيضا شاهدنا فريق مستهتر غير مترابط الصفوف، يهاجم بلا تنظيم ويعود خلف الملعب عند فقدان الكرة، وكأنك تواجه منتخب قوي تلتقيه في ملعبه وبين جمهوره. طريقة إدارة المباراة من قبل السيد هيكتور كوبر لم تكن موفقة أبدا، فاللاعبين لم يكونوا على قدر المسؤولية، وخاصة في خط المقدمة. كل لاعب يبحث عن مجد شخصي ويحاول التسجيل بنفسه، أنانية مفرطة، لا يوجد لعب جماعي ولا يوجد تقدم للأظهرة. وبالنهاية حصلت هذه النتيجة الكارثية التي ستصعب مشوار التصفيات للمرحلة المقبلة، ذلك بغض النظر عن أحداث مباراة كوريا الشمالية واليابان، والتي تم إلغاؤها لاحقا من قبل الفيفا. الآن لدينا مباراة الإياب غدا مع نفس الفريق في السعودية. الفريق وصل وتدرب جيدا معه، ومع وصول محمود داوود وعمر خربين المفروض أن يتغير أداء الفريق للأفضل ونحقق الفوز المريح. والجماهير السورية لم يرضيها في هذه المباراة إلا مهرجان أهداف حتى تصالح الفريق بعد الكبوة السابقة. المباراة ستقام يوم الثلاثاء على استاد الأمير محمد بن فهد الدمام في الساعة 10 مساء. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة والتشكيلة الأنسب التي يفترض أن يدخل بها المدرب، أتوقع أنه الياس هدايا لازم يأخذ فرصة. عصام الحضري يبدو أنه اقتنع بهذا الحارس بعد أن شاهده في التدريبات، فهو يملك مواصفات حارس مثالية خاصة من ناحية الطول. في قلوب الدفاع لم يحدث تغييرات، أيهم أوسو وثائر كروما، وعلى الأظهرة أيضا مؤيد العجان وعبد الرحمن ويس. التغيير سيحدث في خط الوسط، حيث سيلعب خليل الياس ومحمود داوود كلاعبي ارتكاز على الورق، وفي الجهة اليمنى عمار رمضان، وعلى الجهة اليسرى داليهو أتوقع. في المقدمة أيضا رأسي حربة عمر خربين وعلاء الدالي. لكن محمود داوود يفترض أنه يتقدم للأمام ليشكل مهاجم خامس ويلعب على قوس منطقة الجزاء للاستفادة من الكرات المرتدة من الخصم، فبإمكانه محاولة التسديد مباشرة على المرمى. بهذه الطريقة بإمكاننا أن نشكل ضغط هجومي على المنتخب الميانماري. أيضا هناك لا نغفل أنه يجب أن يتقدم الأظهرة لعمل كروسات إلى داخل منطقة الجزاء تكون بشكل متقن. السيد كوبر للأسف في المباراة السابقة فرغ خط الهجوم من أقوى عناصره عمر السومة وعمر خربين، وقرر الاعتماد على مارديك الذي حاول مرارا وتكرارا، لكن له لم يكن جيد، لم يرتقي ليسد فراغ أحدهما في خط المقدمة، إلى أن جاء علاء الدالي وأنقذ الموقف وحفظ ماء وجه الفريق. لا ننسى دور محمود داوود في إقناع هيكتور كوبر بالسماح لعمر خربين بالمشاركة في المباراة القادمة. نتمنى التوفيق للمنتخب وإعادة البسمة للجماهير السورية ومصالحة الجميع وتقديم مستوى ونتيجة حيث لا أعذار. الفريق مكتمل ومدجج بالمغتربين وبالمحترفين، ويلعب في ملعب ممتاز وأرضية جيدة رائعة وجو لطيف، وكل الظروف مهيئة لتقديم مباراة رائعة. فقط على الجميع أن يحس بالمسؤولية وبالشعار الذي يرتديه على قميصه، وأن ملايين السوريين في انتظار الفرحة. بإذن الله سنكون حاضرين في الملعب بشكل مباشر، ونجري لقاءات مع الجمهور من المدرجات قبل بداية المباراة، نأخذ انطباعاتهم عن تشكيلة الفريق وتوقعاتهم للمباراة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.